من بعد الوصفة دي هتعملوا لي متابعة واشتراك وتشيروا الفيديو كتير 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 كتير. اشهروني بقى يا جماعة، اشهروني. تعالوا بقى بصوا، عايزة اوريكم يعني شو هذا الجمال. بصوا 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 بصوا, بصوا السوا بتاع السمك. بصوا القلب ابيض. تعالوا بقى اوريكم. بصوا، تعالوا من هنا. بصوا الرز، بصوا بصوا طالع الواحدة بوحدتها. بصوا الحركة اهو، الواحدة بوحدتها. اللون بقى والحركة تحفة. بصوا بقى، بصوا القمر ده. فاكرين اسمه الكستنائي باين بتاع تركيا اللي بياكلوه على البحر ده؟ شبه ده كده. بصوا بقى، بصوا المنظر، المنظر لوحده يا جماعة. بس سخنة قوي، استحملوني. امم بصوا اهي. يا سيدي. ويلا بينا نبدأ أول وصفات الجمعة الونيس. يلا كده. معانا إيه النهاردة؟ معانا وصفة سمك مش هتاخد في إيدك 10 دقايق، يعني هتلميها كده في 10 دقايق وهتحطيها في الفرن وتسيبيها بقى وتقعدي بقى النسكافيه بتاعك، القهوة بتاعتك، وتستني لغاية لما يخلص كله مع بعضه. يلا كده هنبتدي. أول حاجة معانا الجمال ده. معانا سمك بلطي، اي نوع سمك تحبيه، مش لازم بلطي، ممكن بوري، ممكن ماكريل، ممكن بياض، ممكن قشر بياض، ممكن تعابين نفسيها. اي نوع سمك عندك هيعمل معاكي الوجبه الكامله متكامله. تاني حاجه معانا ايه؟ معانا بلح البحر. شايفين؟ بس استنوا عشان ايه، انا عصر عليه ليمون زي ما انتم شايفين، الليمون هيتصفى. انا ما بغسلهوش غير بميه وليمون، وبعد ما بصفيه بنزل عليه بثلاث ليمونات من فوق الوش. هيدوكي اللون ده، اللون ده هيبقى هو كان يبقى ابيض، هيديك اللون المصفر. ليه بقى؟ لان تقريبا كده الليمون خلاه يخرفش من كتر ما هو نضف. تمام. وحشو الزفره خالص. اوعي تغسليه بخل، الخل هيبين الزفاره في السمك وفي اي انواع سمك. انا بالنسبه لي الخل مصدر زفاره للفراخ، للبط، للحمام، للسمك بكل انواعه. ايه اللي مش مصدر زفاره؟ هو الليمون. الليمون المتوقع. لازم اعمل كده عشان انزل العصاره كلها، عشان التتبيله تدخل كلها في بعض. ما ينفعش معلقه، لازم بايدك. بصوا بقى معانا هنا ايه؟ معانا كمون، معانا شطه، معانا كزبره، معانا معلقه ملح. كل ده من كل حاجه، من كل حاجه معلقه ايه؟ معلقه كبيره. وهنزل بشويه زيت حلوين كده، حوالي يعني اكتر من ربع كوبايه بشويه بس كده. وابتدي برضه ايه، شويه التتبيله اللي فضلوا مننا هبتدي انزل عليهم هنا اهو، شويه على بلح البحر. وهبتدي بقى ايه، خد معلش دول سمكه اهي معايا، نضيفه وزي الفل اهي ومتصفيه. وهبتدي ايه، احيق السمك العادي. طب التتبيله يا هنا دي فين؟ طب ما انا عملتها كذا مره، اعملها لكم واضيع على الوقت الفيديو. ممكن انزلها لكم لوحديها، بس انا لو قلبته كده هتلاقوها كذا مره. وهكتبها لكم في اول كومنت مثبت، هكتب لكم التتبيله بالظبط وتعملوها ازاي لو انتم مش قادرين يعني تدوروا، او هحط لكم اللينك بتاع التتبيله. يعني المهم ان انا هريحكم. هنبتدي نجيب كوبايه ميه كبيره، ده رز بسمتي وبردك عملته معاكم كتير. بصوا هنا اهو، هنساوي بقى الرز خالص زي ما انتم شايفين. وهعمل ايه لغايه عقله الصباع، وراح عامله كده عند الرز كده، راح عامله كده اقل من عقله الصباع، لان انا مش عايزاه لغايه عقله الصباع. عقله الصباع السوى العادي، لكن لغايه نص عقله الصباع كده ده عشان ده هيستوي في الفرن. فكل حاجه هتنزل مع بعض. استنى هوريكم ده عشان بس ايه يبقى سهل معانا. هغطي الرز، هنزل بيه لغايه تحت اهو.
اهي. المهم ان انا انزله من عند الجوانب من هنا كده، وشوكه كده، وهعمل كده اهي، هفتح بشوكه اهي. شايفين؟ مش اسهل من كده. تيجي واحده واحده كده، اخدها واحط لها هنا كده. بس اول حاجه اعملها ايه، همسك شويه هنا واحطهم من فوق ايه الطاجن بتاع الرز بتاعنا، اعمل فرشه التتبيله بتاعتها. تمام. وواحده واحده بقى وهمسك. تعالوا بقى نبتدي البلح بتاعنا نرصه كده، اوريكم بقى المنظر في الاخر خرافه. بصوا كده، دي الرصه الاولانيه. حبيت بس اقلب لكم الكاميرا عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه، بنعمل عظه. هنحط بقى التتبيله من فوق الوش والسمك. هنبتدي بقى نرص السمك بتاعنا كده اهو. بس انا ايه عايزه بقى اللي ده يبان كده، لازم الصرف يبان. بصوا كده اهو، مبين ده كده اهو. متقلقيش خالص، الرز هيستوي وهيبقى زي الفل ومش هيعجن. وما تسالنيش ازاي، انتي بس اعملي الوصفه زي ما انا قلت لك بالظبط كده. اجيب كام واحده كده من فوق الوش، ويعني مش تدعي لي، ادعي لي وادعي لي وادعي لي. بصوا اهو. بس قفلي بقى، وهندخله على الفرن على رف اوسط على درجه حراره، اعلى درجه حراره عندك في الفرن. وتسيبيه بقى مع نفسه، سيبيه. انا بحطه على درجه حراره 200 بس شويه. بعد حوالي ساعه الا ربع افتحي عليه وشوفي الرز وشوفي السمك استوى. شيلي ورق الفويل وورق الزبده، حطيه تحت الشوايه وكلي احلى سمك.